السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ اهلا وسهلا بيكم في يوميات ام دهب وكنزي. يا ريت اول مرة لو حد بيفتح القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد احنا بنعمله يا حبايب قلبي. ويا ريت كل اللي يتفرج على الفيديو يا حبايبي ما يجريش من المشاهدة منه ويتفرج على الفيديو للاخر ويحط اللايك بتاعه الجميل والكومنت الحلو يا احلى اخوات عشان نعمل لكم احلى اكل وابسط اكل بطريقة مش مكلفة. انا يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم في كل فيديو بقول لكم انا بعمل لكم الحاجات البسيطه ومش مكلفه. فيا ريت يا حبايبي كده تشجعونا وبكومنت حلو واللايكات يا حبايبي. يلا يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم النهارده هعمل لكم ايه يا احلى اخوات؟ هعمل لكم الحواوشي بطريقه سهله وبسيطه. هنعمل ازاي الحواوشي بدون لحمه يا حبايب قلبي؟ هنعمل الحواوشي ازاي بدون لحمه؟ يلا بينا عشان ما اطولش عليكم هنخش نشوف ايه الحواوشي بتاعنا اللي بدون لحمه. معايا ايه هنا يا حبايب قلبي؟ معايا العدس ابو جبه بتاعي، ده بطل الاكله بتاعتي، هو ده بديل اللحمه يا حبايب قلبي. العدس ده هو البديل اللحمه عشان في ناس ما بتحبش اللحمه طبعا، وفي اطفال نباتيه، فاحنا طبعا هنحرمهم ليه من الاكل الحواوشي؟ لا ده بديل اللحمه يا حبايب قلبي طبعا، واللحمه انتوا عارفين طبعا غاليه، فاحنا ليه نحرم نفسينا؟ نعمل لعيالنا الاكل ايه بطريقه سهله كده ومش مكلفه. واللي ما بياكلش لحمه ده بديل اللحمه يا حبايب قلبي. طبعا العدس ابو جبه مش غالي، معايا ربع كيلو يا حبايب قلبي، معايا بصلتين، معايا فلفل بلد على فلفل حراق، عندك فلفل بقى احمر على فلفل اصفر حطي، بتحبي فلفل حراق كتري، ما بتحبيش حطي الرومي واستكفي بيه. معايا ايه يا حبايبي؟ معايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا بهارات والملح يا حبايب قلبي، طبعا كل الحاجات مش مكلفه. معايا ايه؟ معايا حته دهنه بقى ليا، حته دهن جاموسي، حته دهن بقري، ده اللي هيديكي طعم الحواوشي يا حبايب قلبي، دي اللي هتديكي الطعم بتاع الحواوشي بتاع بره. فيا حبايبي اللي حابب يحطها حابب، مش حابب ما يحطش يا حبايب قلبي. ادي يا حبايبي المكونات كلها حاجات سهله وبسيطه وكلها موجوده عندنا في البيت وكلها حاجات اقتصاديه وحاجات مش مكلفه يا حبايب قلبي. يلا عشان ما اطولش عليكم نشوف بقى هنبدا ازاي في الحواوشي بتاعنا الجميل. كله يحط اللايكات يا حبايبي، انا شايفه اللي ما حطش اللايك، اللي ما حطوش يحطوا يا حبايب قلبي. يلا عشان ما اطولش عليكم نشوف هنعمل ايه. معايا ايه يا احلى اخوات؟ طبعا ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم. معايا حله جميله على النار فيها ميه سخنه، هعمل ايه؟ هنزل بالعدس بتاعي الجميل ده يتسلق اهو يا حبايب قلبي، ما بعملش حاجه غير ما بوريها لكم. هعمل ايه؟ هسيب العدس بتاعي ده يتسوي كده ويغلي كده ويغلي والميه يشرب الميه بتاعته، واقول لكم انا هعمل ايه احلى يا احلى اخوات فيه. خليكم معايا. معايا ايه تاني يا احلى اخوات؟ طبعا احنا قلنا ايه؟ ما بنعمل حاجه ما بنقفش جنبيها. ادي العدس بتاعنا بيسلق اهوت، ومعايا ايه هنا على النار؟ معايا ماده دهنيه يا حبايب قلبي، سمنه وزيت. هعمل ايه فيهم؟ هاخد البصل بتاعي الجميل ده يا حبايبي هنزله هنا واوريه لكم. انا طبعا ما بعمل اكل ما بقفش جنبها، هنزل البصل يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. وادي احلى اخوات ما عملتش اي حاجه غير انا نزلت البصل بتاعي الجميل، هقلب البصل بتاعي يا حبايبي واقول لكم هعمل ايه تاني يا احلى اخوات. بصوا يا احلى اخوات العدس شغال جميل، انا عاوزاه يشرب الميه بتاعته كلها والبصله بتاعتي شغاله يا احلى اخوات في الدنيا اهو يا حبايبي. اعملوه جربوه تحفه جدا جدا. وانا قلت لكم الجديد كله عند ام دهب وكنزي، بس قلت لكم التكات والحركات مش هتلاقوها غير عند ام دهب وكنزي يا حبايب قلبي. جربوه ما تحكموش على حاجه لما تجربوها يا حبايبي، جميل جدا ومغذي جدا لعيالنا. طبعا بديل اللحمه يا حبايبي والبروتينات يا حبايب قلبي، طبعا في اطفال ما بتاكلش اللحمه فاعملوا لها ده بديل اللحمه يا حبايبي، تحفه تحفه تحفه، مش هتفرقوا عن الحواوشي بتاع بره. جربوا بس امشوا بالتكات والحركات بتاعتي مش هتندموا يا احلى اخوات. خليكم معايا. وادي يا احلى اخوات البصله دبت معايا شويه، هعمل ايه؟ هاخد الفلفل بتاعي الجميل هنزل بيه كده يا حبايب قلبي، هقلب كل الكلام الجميل ده. احنا طبعا لسه ما حطيناش توابل، انا ما بعملش حاجه يا حبايب قلبي غير ما بوريها لكم. انا كل اللي عملت ايه؟ حطيت ماده دهنيه سمنه وزيت ونزلت بالبصل بتاعي قلبته تقلبتين، مش عاوزاه يدبل قوي، انا عاوزاه عشان لسه ايه؟ يبقى صاحي كده ماسك نفسه، عشان لسه طبعا هنسويه مع الحواوشي يا حبايب قلبي. طبعا هوريكم هسويه لكم دلوقتي ازاي. فانا طبعا ما بعملش حاجه ما بوريها لكم. حطيت ايه؟ الفلفل بتاعي، هقلب كل الكلام الجميل ده يا حبايب قلبي واقول لكم انا هعمل ايه تاني يا احلى اخوات. وادي احلى اخوات ما عملتش اي حاجه غير انا قلبت بس الفلفل مع البصله يا حبايبي. هعمل ايه؟ معايا الكمون، الفلفل الاسود، معايا البهارات بتاعه الحواوشي، معايا الملح يا حبايب قلبي، كله قدامكم اهو، ما بعملش حاجه لما بنزلها قدامكم يا حبايبي. هقلب كل الكلام الجميل دوت. بس في حاجه مهمه يا حبايبي عاوزه اقولها لكم.
الحاجه المهمه يا حبايبي اللي عاوزه اقولها لكم، الناس النباتيه لو مش حابه يحطوا حته الدهن دي ما يحطوهاش، لو مش هتبان ومش هيعرفوها ولكوا حطوها، بس انا طبعا بحطها هي ما بتبانش عامه، بس هي بتدي طعم الحواوشي بتاع بره، فانتوا حابين تحطوها حطوها، مش حابين خلاص. بس الناس النباتيه ما بتحبش الحاجات اللي فيها لحمه نهائي، فممكن يعرفوا حته الدهن دي، لو انت هتخبي على اولادك ولا حاجه هيعرفوها، فما تحطوهاش. فدي للناس اللي بتحب اللحمه تحطها عادي. دي حاجه مهمه حبيت اقولها لكم يا حبايب قلبي. هعمل بقى ايه، هقلب كل الكلام الجميل ده يا احلى اخوات وارجع لكم تاني. ادي يا احلى اخوات، ده المنظر انا عاوزاه للبصل والفلفل بتاعه يا حبايب قلبي. هعمل ايه، هطفي عليه واركنه على جنب لغايه ما العدس بتاعي يشرب ميته كلها يا حبايب قلبي. انا عاوزه العدس يا حبايبي ما فيهوش نقطه ميه، هو هوريهولكم دلوقتي بعد ما يشرب الميه بتاعته. كل اللي انا اعمله هطفي على الفلفل بتاعي والبصل اسيبها تبرد وارجع لكم تاني يا احلى اخوات. وادي يا احلى اخوات العدس بتاعي طبعا استوى، انا ما عملتش اي حاجه غير انا طفيت على البصله بتاعته والفلفل زي ما وريتكم يا حبايب قلبي. هعمل ايه، العدس بتاعه يا حبايبي شرب الميه كلها اهو يا حبايبي، اتبخر الميه كلها اهي. هعمل ايه، كل اللي انا هعمله يا احلى اخوات، هاخد العدس بتاعي الجميل دوت، هعمل ايه، ههرسه، بس مش هعمل اي حاجه، ههرسه زي بشوكه، او انت عندك كبه حلوه او هاند بريندر اهرسيه. طبعا انا ما عنديش كل الكلام دوت. هعمل ايه، هجيب كوبايه عشان الكبه عندي بايظه، عشان ما اضحكش عليكم انا ماشيه معاكم طبعا زي ما بقول لكم، كل حاجه بعملها بقولها لكم هي اللي بتحصل اللي معايا يا حبايب قلبي. هعمل ايه، هجيب كوبايه عقرها القعر بتاعها تخين يكون بيستحمل كده وجامد، ههرسهم يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. وادي احلى اخوات بعد ما هرست العدس بتاعي، شايفين منظر اللحمه ايه يا اخواتي اهوت، شايفين المنظر الجمال. بقعر الكوبايه مش هياخد معاكي دقيقه وهو سخن كده، شايفين الدخان بتاعه وهو سخن، اهرسيه كده مش هياخد في ايدك دقيقه. معايا ايه، معايا البصله بتاعتي، هاخد كل العدس بتاعي هقلبه في البصله بتاعتي يا حبايبي واوريهولكم. وادي احلى اخوات، شايفين المنظر لحمه ولا مش لحمه يا حبايب قلبي، عاوزه اقول لكم منظرها تحفه ولا ريحتها يا وعد يا وعد والله العظيم على الريحه تحفه جدا، جميله جميله جميله. انت بقى عندك توم باودر، بصل باودر، بابريكا، عاوزه التوابل اللي عندك حطيها طبعا، بس انا عشان بعمل حاجات اقتصاديه حاطه حاجات اللي هي ايه على قدنا على قد ايدينا واقتصاديه. انت بقى حابه تحطي بدعي. شايفين المنظر يا حبايب قلبي، يلا اوريكم هنعمل ايه تاني. وادي يا حبايب قلبي معايا ايه، معايا العيش بتاعي. كل اللي انا هعمله هحشي بس العيش بتاعي زي ما وريتهولكم قبل كده. معايا ايه على النار، معايا الطاسه بتاعتي فيها زيت يا حبايبي. هاخد ايه، هاخد حته الليه بتاعتي الجميله زي ما قلتلكوا يا حبايب قلبي، دي اللي هتديني طعم الحواوشي يا احلى خاص الدنيا. خليكم معايا يا حبايبي. وادي احلى اخوات، ما عملتش اي حاجه غير انا حشيت الحواوشي بتاعي الجميل. شايفين المنظر اكني لحمه ازاي يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله يا حبايبي، صلى على الحبيب قلبك كتير. هعمل ايه يا حبايب قلبي، هاخد كل الكلام الجميل ده اللي انا حشيته هنزل بيه في الطاسه يا حبايب قلبي زي ما انتم ما شايفين كده في الطاسه يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي في الطاسه قدامكم، ما بعملش حاجه ما بوريها لكم. خليكم معايا يا حبايب قلبي. شايفين يا حبايب قلبي الجمال والحلاوه. هطلع يا حبايبي الرغيف بتاعي الجميل وهنزل بالكميه كلها يا حبايب قلبي، وبعد كده اوريكم طبق التقديم بتاعي يا احلى اخوات في الدنيا. شايفين يا حبايب قلبي طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه، مش محتاج اتكلم كتير والله العظيم تحفه جدا جدا جدا. شايفين الجمال اكني لحمه يا حبايب قلبي. وانت بقى عندك جبنه موتزاريلا، انواع جبنه حطي يا حبايب قلبي، عندك طحينه حطي، عندك سلطه، عندك مخلل، عندك زيتون، اي انواع المخلل يا حبايب قلبي حطوها. طبعا يا حبايب قلبي انا مش محتاجه اتكلم كتير، الطبق طبعا بيتكلم عن نفسه والله العظيم، جربوه مش هتندموا، تحفه جدا، ريحته جميله يا وعد يا وعد على الريحه وعلى الجمال. يا حبايب قلبي جربوه، طبعا انا بعمل لكم الحاجات الاقتصاديه. ويا حبايب قلبي ما تنسوش الكومنت واللايك بتاعكم الجميل، واقول لكم يا حبايب قلبي هتوحشوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.